ولا أقسم بالله أنا شوف في الحلقة الماضية أنا ما كان ودي أطلع بشراسة، ولا أقسم بالله أنا أغول لماذا لم يتم إطلاق سراح أحمد حجر إلى الآن، ومين الأشخاص اللي معرقلين هذه العملية. مش تطلع أنت كمان تزيد فوق الهنجمة هنجمة وتورط الرجال أكثر. هؤلاء هم المرتزقة الحقيقيين. مين قال لك أحمد حجر يشتي ثورة؟ اتكلم باسم نفسك. أنت تشتي ثورة لا تتورش مع الرجال باسمه. أنتوا بتمرروا أجندة حقيرة. الإعلام مش شجاعة، الإعلام مش سماخة، الإعلام شطارة. وش أنت فاكر جهاز الأمن والمخابرات هذول عيال بيلعبوا معاك في الشارع؟ هذه جهة أمنية سيادية عليا. ما هي الوثائق اللي معك؟ ما هو محتواها؟ مين جابها لك؟ في أي مكان في العالم أنت وين عايش أنت؟ الانترنت الواقع الافتراضي شيء والعالم الحقيقي شيء آخر. فكوا أحمد حجر ولا نحرق، عايجي بالسوق أنت ما تحرق. وش هي فوضى؟ هو خارج صنعاء ويدعو إلى ثورة. تعال أنت بين الناس وادفع الثمن. إيش مع عمك تسير لعند أحمد حجر تقدم له الوثائق اللي معاك وتورطه معاك في قضايا هو ما له علاقة فيها؟ ليش تسير لعند أحمد حجر؟ يتخذ هو ساتر ويتخبى ويصير يصدر الإعلاميين يحطهم في وجه المدفع ويخليهم يتلقوا الضرر الناسف للانفجار هم وحدهم. الإعلاميين لا تصدقوا للناس اللي يدخل يحرضك ويقول لك أنت سمخ. قل له وانت ايش وضعك؟ انت مش سمخ. هم يشتوكم انتوا كبش الفداء. والله انا خايف على مصطفى وعلى علاء وعلى البقيه وعلى الاعلاميين. انتوا اللي حولتوا الموضوع قمر. الانسان اللي داخل البلد ويتحمل نتيجه كلامه، مش اللي يقعد هو في الخارج ويحمل المواطنين مشقه هذه الادعاءات وتداعياتها. ضحكتوا على الناس ولعبت بروس الناس. انطم جهاز البحث الجنائي بصنعاء تحرك من نفسه، راح فتح القبر وطلع جثه البنت، وبحسب المعلومات البسيطة اللي وصلاني لقوها عليها آثار اعتداء، دكمات وطعن. ولازم ننتقد ولازم تسمعوا صوتنا ولازم نوصل كلامنا ونوصل لكم صوت الشارع. أقسم بالله لا أنشر صوركم وأسماءكم واحد واحد. انتبهوا مني، والله انتبه مني. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصدقاء المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة. أما بعد، شوفوا أنا في الحلقة هذه بتنرفز فتحملوني للنهاية. حتى الآن لم يتم إطلاق سراح أحمد حجر، والناس لها يومين أو 3 أيام تهاجمني أنا وضاغطة علي أنا. أنت ضحكت علينا ولم يتم إطلاق أحمد حجر إلى الآن. وأنا في الحلقة هذه هقلب الطاولات كلها واكشف لكم المشكلة بالكامل، لأنه ولا واحد فيكم فاهم ما الذي يحدث إلى الآن. حتى جزء من الإعلاميين مش فاهمين إيش اللي حاصل. فأنا في الحلقة هذه هجاوبكم ما هو سبب اعتقال أحمد حجر. وهنا لا حد يعني البسطاء هم اللي يعتقدوا إنه الكلام اللي قالوا في الفيديو، وأنا هوضح لكم كيف إنه هو مسكين مش قاصد ولكن تم الإيقاع به. ثانيا موضوع لماذا لم يتم إطلاق سراح أحمد حجر إلى الآن، ومين الأشخاص اللي معرقلين هذه العملية، وهكشف لكم كل الحقائق عن هذا الموضوع وهرد على كل الاتهامات. ثانيا الحلقة هذه واضح على النقاط اللي أنا مسجلها هتكون طويلة، فأنت إذا أنت معانا على الأرض الأول اعمل بوز للحلقة، روح جيب شايك مكسرات دقاتك وهات ورقة وقلم وتعال اقعد معايا وصلي على النبي وتعالوا نبدأ في غمار هذه الحلقة. وتعال أحكي لك أولا لماذا لم يتم إطلاق سراح أحمد حجر إلى الآن، ومين الأشخاص اللي معرقلين هذه العملية. في الحقيقة إجابة السؤال هذه بسيطة، هو أنتوا المبكبكين حق السوشيال ميديا واللي يكتبوا في التعليقات واللي ينزلوا فيديوهات قصيرة واللي يقولوا الإعلاميين كلام ما قالوه. أنتوا السبب إلى الآن في عرقلة إطلاق سراح أحمد حجر. ودك تعرف مين الإعلاميين اللي قلبهم على أحمد حجر؟ هم الإعلاميين اللي تكلموا في أول نص ساعة أو ساعة من انتشار خبر اعتقاله. في ناس اندفعت ولبخت، وهذه كارثة، لأنك لما تشوف إعلامي زميلك تم إلقاء القبض عليه أنت لازم تطلع تبسط الأمور وتخفف الموقف وتترافع عنه بطريقة إعلامية احترافية ذكية. مش تطلع أنت كمان تزيد فوق الهنجمة هنجمة وتورط الرجال أكثر وتكبروا الموضوع. أما الأشخاص الباقيين اللي هم قاعدوا يستنوا 10 ساعات و20 ساعة واليوم الثاني والثالث لما يشوفوا مين تكلم مين ما تكلم ما مدى خطورة الموقف وبعدين طلعوا يتكلموا، هؤلاء أحمد حجر بالنسبة لهم ترند.
ترند ولازم هم يجمعوا لايكات ويجمعوا فلوس ويجمعوا متابعين ومشاهدات، بس هؤلاء هم المرتزقة الحقيقيين اللي بياخذوا مقاطع أحمد حجر ويقصقصوها وينزلوها، يقول لك أحمد حجر يدعو إلى ثورة، انطلقت ثورة الإعلاميين. مين قال لك إنه أحمد حجر يشتي ثورة ولا قال ثورة ولا كان نيته يحرك الشارع؟ أحمد حجر إنسان على نياته، وأكشف لك الحقيقة بعد شوية. على نياته طلع تكلم، عنده سكر ضغط ارتفع، لم يدر الموضوع بالشكل الصحيح كإعلامي بغض النظر عن مشاعره والغضب اللي عنده، ولكن انتوا اللي خليتوا الموضوع يصبح بهذا الشكل بتعاطيكم الحقير والرخيص مع قضية أحمد حجر. في ناس بعد 3 أيام ينزل لك فيديو مدة دقيقة يقول لك أنا أتضامن مع أحمد حجر وهيا ثورة لأحمد حجر. اتكلم باسم نفسك، أنت تشتي ثورة اطلع خذ الفيديو حقك واطلع أنت قول أنا فلان بن فلان الفلاني أشتي أفعل ثورة واشتي أنثر الصنعة واشتي أتخابر مع العدوان. قول أنت بنفسك، لا تتورش مع الرجال باسمه. الرجال ما هو حول المواضيع هذه كلها ولا هو حيلها. انتوا بتمرروا أجندة حقيرة، نصكم عشان يجمع مشاهدات ولايكات، ونصكم لأنه بالفعل مرتزق مع العدوان. في ناس ينزل حلقة مدتها دقيقة بعد 5 أيام من اعتقال أحمد حجر، حلقة كوميدية ساخرة، واللي يطلع يقول ثورة عن يحرق صنعاء. يا بابا لا تحرق صنعاء، تفعل لي نفسك انك مهنجم، خرجوا احمد ولا نخرج نحرق. لا تحرق صنعاء يا بابا، وذاك مبنى الامن والمخابرات في جولة ريماس، اخرج انت وحدك وامسك ورقة واعتصم قول انا اتضامن مع احمد حجر وتحمل النتائج، لا تورط الرجال معك. اما الاعلاميين اللي نزلوا حلقات، الاعلاميين الكبار يفترض ان انتم تلملموا الموضوع. يعني انا قصدكم ما كنتش انا اعرف اطلع باسلوبي المحود في الحلقة حق القانون الاعور لا يرى الحقيقة وهنجم. الموضوع مش هنجمة، الإعلام مش هنجمة، الإعلام إنك تخفف موقف صاحبك. أنتوا كبرتوا الموضوع. أنا كنت بقول لكم الرجال هيخرج، لا تقلقوش، ما دام إنه مع الدولة ما عليه خوف، وهذه حقيقة، بس خلوا الأمور تمشي طبيعي. أما إن أنتوا تطلعوا تزيدوا الطين بلة وصحوا على حقه ومدري ما هو، خرجوا لا نخرجوا نتضارب ما مش كذا الإعلام. الإعلام يهدوا. أنا لا يهمني أحمد حجر الإعلامي، أنا يهمني أحمد حجر الإنسان، إنه يخرج يروح لعياله، يروح لبيته، يروح لزوجته، يشوف امه. وانتم فاكرين الموضوع ترند، مش ترند الموضوع. فهؤلاء اللي يعملوا فيديوهات قصيره واحمد حجر يدعو ثوره، هؤلاء هم المرتزقه الحقيقيين اللي يجب انها الدوله تحقق معاهم. هؤلاء هم اللي كبروا الموضوع وسيسوه. اعلاميين العدوان بدأوا ياخذوا الموضوع مش حبا في احمد حجر، لكن لتمرير اجنده سياسيه. والتافهين الرخاص بيدوروا عن مشاهدات. والله في واحد معاه 226 مشترك يقول لك انا بصفتي كاعلامي من بين الاعلاميين ارى وارى. من انت ومن سماك اعلامي وتتكلم باسمه؟ اتكلم باسم نفسك، مش انتم متخبيين في الدواوين وتحرضوا الاعلاميين وانت جالس جنب مكلفك. اطلع تكلم انت باسم نفسك. في الحلقه الماضيه انا ما كنت شايل همكم ولا تفرقوا معي هذه العينه بقشرة بصل. أنا كان يهمني سلامة الإعلاميين الآن وفي المستقبل، وطرحت المعايير اللي يجب أن يتم التعامل فيها بين الإعلاميين والدولة. حلقة أكبر من فهم الجهال والجهلاء. في بعض يطلع زايد علي يقول لك أنت مرجف. يا بابا أنا ما نش مرجف. مين قال لكم أصلا يا جماعة؟ الإعلام مش شجاعة، الإعلام مش سماخة، الإعلام شطارة. ما فيش حاجة في علم الإعلام اسمها إعلامي سمخ، إعلامي راس، ما فيش. هذا أنتوا استحدثتوه في اليمن بس. في العالم كله في علم الإعلام في مصطلح اسمه إعلامي شاطر. هجي لكم على هذه بعد شوية. التافهين والأغبياء والسذج والمحرضين والمرتزقة والذباب الإلكتروني اللي يطلع لهم 3-4 أيام يراسلوني أنا ويراسلوا الإعلاميين يقول لك اطلع شقد في الدولة، اطلع صب من الأمن والمخابرات، اطلع افضحهم. أنت ليش خايف؟ تفضح من؟ وش أنت فاكر جهاز الأمن والمخابرات هذول عيال بيلعبوا معاك في الشارع؟ ولا عمك انت بتتشارع معاه على ارضيه وتاخذ وتدي معاه وتتشقدف انت وياه؟ هذه جهه امنيه سياديه عليا فيها ناس محترفين بيمارسوا عملهم ولهم اعمال ولهم مهمات وظيفيه وناس بتشوف شغلها. ما همش عيال بيلعبوا معاك في الشارع، ولا هم اطفال، ولا هم شويه صعاليك هناك تطلع تتشقدف انت وياهم. هذه جهه امنيه عليا تمارس مهامها، تشوف شغلها. إذا أحمد الموضوع بس على الكلام اللي اتقال الغلط مرجوع وهيفكوه، أما إذا كان في أشياء ثانية يشوفوا شغلهم ويفكوه. في أي مكان في العالم أنت وين عايش؟ أنت جالس جنب عيالك ومرتك وتتفلسف على الإعلاميين.
وين عايش انت؟ عايش في الانترنت. في الانترنت روح اتمخنث، جلس، اتكلم مع ورعان، اتفرج رقص، اشتم، اندش، اعمل اسمك الشبل اليماني وادخل اتفلسف. لكن في العالم الحقيقي، في الواقع الحقيقي، الامر يختلف. في دولة، في أنظمة، في شرطة، في أجهزة سيادية أمنية عليا لازم تشوف شغلها، وفي خطوط خضراء عدي منها براحتك الإعلاميين، وفي خطوط صفراء ما تمشي فيها إلا وإنت شاطر وتعرف كيف تمشي فيها بدون ضرر، وفي خطوط حمراء توقف عندها. هؤلاء الأسماء الوهمية اللي على اليوتيوب انتم مجرد أسماء وهمية ما لها أساس من الواقع. يجيك واحد اسمه أبو شنب المدريش وهو تلقاه عمره 14 سنة عاد وبيعجى جنب أمه، ما هوش فاهم. الانترنت الواقع الافتراضي شيء، والعالم الحقيقي شيء آخر. والإعلام المشتكي هو اللي ينسى الفرق بين الاثنين، بينهم شعرة رفيعة، وقد تورط نفسك في أشياء. وإيش فكرت أنت أنه أجهزة الأمن العليا في اليمن في كل مكان، في مارب، في صنعاء، في عدن، أنت في كل مكان، في كل دولة في العالم، في كل قارة، فاكرهم بيلعبوا معاك؟ هذه أجهزة شوف شغلها. ما يستطيع. أنا أكلمكم الآن مش تضامن معاهم ولا ما، أنا أكلمكم أعلمك الصح. ما هو أجهزة الأمنية العليا. الأطفال بيلعبوا معاك، تطلع عند فكوا أحمد حجر ولا عن يحرق، عايز يجيب الزوكة ما تحرق. وش هي فوضى؟ جهاز أمني شوف عمله. وقلت لكم أحمد ما عندوش عمل، يعني مش متورط في شيء هيخرج محاضرتين ثلاثة وكلام ويخرج. وإذا في أشياء إحنا ما نعرفهاش فالله العالم، وأنا عارف إنه غالبا ما عليه شيء إن شاء الله، وكان يفترض إنه يخرج قبل 3-4 أيام وينتهي الموقف. أنتوا اللي سخنتوا الموضوع. الآن الدولة حتى لو ودها إنها تفرج عنه بأي وجه، هتقول لك كيف نفرج عنه بعد النثرة هذه؟ يقولوا إن إحنا افتجعنا؟ لا، يزيدوا يورطوه ويزيدوا يضيقوا الخناق على باقي الإعلاميين. أقول لك لو فكيناه الآن يقولوا نحن افتجعنا، وبعدين لو أي واحد عمل مشكلة نمسكه يعيدوا نفس الفعل بشكل أشرس بسببكم. أنتوا كبرتوه وإنه نعمل ثورة ونعمل، وأنتوا كذابين. هذه الفترة كل واحد يخرج من السجن مطيفر معاه ثار شخصي مع الدولة، يهرب من صنعاء ويشتي يفعل ثورة داخل صنعاء. تشتي تفعل ثورة، قول غدوة ثورة، أنا أول واحد استناكم في ميدان التحرير. روح أنت مع الناس، مش تهربوا برا كلكم، الأولين والماضيين والجايين والمستقبلين. هو خارج صنعاء ويدعو إلى ثورة. تعال أنت بين الناس وادفع الثمن، مش تحرض الناس وانتم بأمان وراحة. تعال اللي بعده والمحور الأهم. كيف بدأ موضوع أحمد حجر؟ موضوع أحمد حجر بدأ بحسب ما قال هو، كنت خارج من البيت لقيت واحد أو ناس معاه وثائق. إيش مع عمك تسير لعند أحمد حجر تقدم له الوثائق اللي معاك وتورطوا معاك في قضايا هو ما له علاقة فيها؟ ليش تسير لعند أحمد حجر؟ انتوا تتخذوا يعني أي حد في البلد هذه في مشكلة ولا مظلومية ولا شيء يتخذ هو ساتر ويتخبى ويصير يصدر الإعلاميين يحطهم في وجه المدفع ويخليهم يتلقوا الضرر الناسف للانفجار هم وحدهم. ليش تسير لعند أحمد حجر؟ تروح لعند إعلامي. مهمتكم الإعلاميين هؤلاء اللي بيقصقصوا فيديوهات وينزلوها إنكم تهدأوا. اهدأ، خلوا الرجال يخرج بسلامة. وقلت لكم خلوا الإعلاميين اللي يعرفوا يتكلموا في الموضوع، ومليان إعلاميين محترمين صغار وكبار، هم يتكلموا ويهدئوا الأمور، مش تطلع عند انتوا المرتزقة الحقيقيين. انتوا تعال اللي بعده. الناس اللي بينتقدوني وان انت مجامل، ان انت محايد، ان انت مش مع طرف. ايوه انا محايد، الاعلامي محايد. الاعلامي لما يتخذ موقف في صف اي حد في هذه الحالة لا يصبح اعلامي، يصبح متحدث رسمي باسم الجهة اللي هو بترافع عنها. يا غبي، الاعلامي لازم يكون محايد. والاعلام لعبة خطيرة لما تطلع انت تتكلم في قضية شائكة زي اللي احنا حاصلين فيه الان، والمعركة المناوشات اللي بين المجتمع الإعلامي والدولة. لازم تفهم إنه الإعلامي الصح اللي يحترم عقلية الناس لما يطلع لازم يقدم الموضوع من كل الزوايا. لازم يقدم وجهة نظر أحمد حجر، ووجهة نظر المجتمع الإعلامي، ووجهة نظر الدولة، ووجهة نظر أجهزة الأمن السيادية العليا، ووجهة نظر الجمهور، ويجمعها كلها بحيادية ويطرحها للناس، يطرحها للمتلقي، ويخلي المتلقيين الجمهور هم اللي ياخذوا يعني يخرجوا باستنتاجاتهم الشخصية عن القضية. هذا الإعلام، مش إنه يطلع يقدم وجهة نظره هو
وجهة نظرك لا تعنيني أنا. أنت تجمع وجهات النظر كلها وتعمل سبكة كده، تسبيكة، تحويجة صح، تقدم فيها كل وجهات النظر بشكل حيادي وتطرحها، وتعلموا الناس تحترموا عقلية الناس وكيف يفكروا. اللي هو إعلامي محترف يوزن الأمور، مش يطلع يدش بس. ولاحظوا كل الإعلاميين اللي في البلد اللي نزلوا حلقات خلال الأيام الماضية بعد ما سخنت الأمور، كلهم رجعوا لعند كلامي أنا، وكلهم بيرجع يقولوا نفس الكلام اللي قلته أنا في الحلقة قبل 4 أيام، ولكن بطرق مختلفة. مش لأني أنا عبقري أذكى منهم، لا، هم بيستعجلوا ويندفع، أنا لا، أنا عندي نظرة بعيدة للموضوع، ألم الموضوع كامل. أنا لي يومين قاعد أسجل رؤوس أقلام، يومين أنا قاعد أجمع الموضوع كله برمته في عقلي عشان أقدم للمتابع حاجة حقيقية يفهمها. الإعلاميين لا تصدقوا للناس اللي يدخل يحرضك ويقول لك أنت سمخ، قل له وأنت إيش وضعك؟ أنت مش سمخ؟ طيب اطلع عاوني وسجل فيديو أنت ونزله، ما حد يسمعك، هم يشتوكم أنتوا كبش الفداء. والله أنا خايف على مصطفى وعلى علاء وعلى البقية وعلى الإعلاميين، سواء القضية هذه بحجمها الصغير أو قضايا كبيرة قادمة في الدولة. قد تيجي لا قدر الله تندلع الحرب مرة أخرى، تحصل قضايا يعني وطنية كبرى، تحصل قضايا رأي عام كبرى. أنا خايف عليكم أنتوا، والله لا يغرك الناس اللي يدخل افعال سوي يتكلم والله انك رجال احنا كلنا معاك احنا كلنا، لا تصدقوا لهم. انا ما يهمني وجهة نظر الانسان اللي يقعد مخزن في الديوان جمرته وكيف والله انك رجال يا ممري، تكلم يا علاو صح لسانك يا حجر وسلمة البطن اللي جابتك، انا فديت راس امك. تحتبس انت وهو قاعد جمرته. انا متعود في قناتي اذا فضيت اشوف التعليقات واحد يدخل يقول لي ليش ما تتكلم عن الموضوع الفلاني؟ اقول له تكلم انت، ارد عليه اطلع انت يا حبيبي اتكلم. يقول لي يا جبان، اقول له اوكي انا جبان ما عندي مشكله، انت الشجاع فارس الفرسان، اطلع تكلم انت، يلا مش معك تليفون نزل فيديو وتكلم، اروح ارقد جنب مرتك وعيالك وانطم انطم. تحرضوا الاعلاميين وتخلوهم يندفعوا ويتحمسوا وهم اللي بيدفعوا الثمن. احمد حجر لا طلب ثوره ولا حرض ولا كان يشتي يحرك الشارع ولا في شيء، وقضية إن شاء الله بحسب معلوماتنا احنا ما فيهاش مشكلة كبيرة. هل هو متورط مع جهة أو لا مش متورط بيخرج، انتوا اللي حولتوا الموضوع قمر. الناس اللي واخدة اللي هم إعلام المرتزقة حق العدوان وإعلام العدوان واليوتيوبر الصغار اللي بيدوروا مشاهدات هم اللي ولعوا القضية وقلبوها تحريض. ما حرضش، بس انتوا بتعكسوا وجهة نظر للدولة انه حرض وانه هو حرضكم وانكم بتتكلموا بسببه وانتم كذابين. قاعد 4-5 ايام شاف الموضوع ترند واحمد حجر حديث الساعة في اليمن ودول اخرى، يعني الاعلام العدوان، فقام يستغلها. غلط، سيبوا الرجال في حاله، احنا بنحاول نهدي الموضوع. قصدك ان انا في الحلقة حق قبل كنت انا خايف من الدولة فطلعت ابسط الامور؟ لا، انا اعلامي شاطر، أنا عارف من فين تؤكل الكتف وما هي لغة الخطاب الإعلامية اللي الآن الدولة تستحملها في ظل الحصار والعدوان أو لا، وما هي المواضيع اللي أنفعل فيها وما هي المواضيع اللي لا. أنا فاهم الإعلام كيف يمشي في الوقت الحالي اللي فيه الدولة ما تتحملش. ولا قصدك يعني إن أنا بخاف؟ يا بابا قبل ضربة عطان وضربة نقم أنا كنت خارج اليمن، كنت خارج اليمن، ولما سخنت الوضع رجعت في بلدي اقعد مع عيال بلدي، اقعد مع اهلي في الداخل. ان دافعت عن اليمن ضد العدوان ادافع عشان الشعب، ادافع عشان الوطن. وان انتقدت الاوضاع الاجتماعيه في داخل الشمال وداخل صنعاء انتقد حبا في الشعب والاصلاح. احنا ننتقد عشان نبني دوله، عشان نلفت انظار الحكومه والمسؤولين البعيدين عن الشارع للاوضاع في الشارع. انتوا المرتزقه الحقيقيين واللي كبرتوا الموضوع. يجيك واحد فسي معاه 3000 مشترك ياخذ كلام احمد حجر وينزله ويكتب تحته احمد حجر يدعو للثوره، انفجرت ثوره الاعلاميين الالكترونيه. مين فجر ثوره؟ ومين تكلم عن ثوره؟ ومين قال انه البلد الان مستحمله ثوره اصلا؟ اذا كانت ثوره 2011 اللي كانوا فيها المثقفين والسياسيين وتوكل كرمان وعلي محسن والوزراء واعضاء مجلس النواب دمرت البلد، ما بالك لثورة يدعو لها شوية ناس صغار، ثورة يدعو لها مجموعة من الجهلة؟ وين تروح طريقها هذه؟ إذا كانت الثورة اللي قامت وإحنا راكنين إنه بعدين في وزراء وأعضاء مجلس نواب ومدراء ودكاترة جامعات عاملين ثورة
هينقذوا البلد، دمروها. ثورة 2020 هذه مين يمسكها؟ ومين يدير البلد فيها؟ لا تضحكوا على الناس، لكن تقعد برا صنعاء، برا المدن الشمالية وتشتي ثورة في الداخل، انساها، لأنك مش صادق، لأنك أنت كاذب. الناس ما تصدق إنسان كاذب، الناس تصدق الإنسان اللي داخل البلد ويتحمل نتيجة كلامه، مش اللي يقعد هو في الخارج ويحمل المواطنين مشقة هذه الادعاءات وتداعياتها. ضحكتوا على الناس ولعبتوا بروس الناس. وفي قنوات إعلامية كل ما طلع واحد يتفلسف إنه يشي ثورة يقلبوه ثائر، وبعد ما يختفي ينسوه، بعد ما يهرب ينسوه. كان يقول لك فلان الفلاني الثائر الزعيم القائد الوطني يدعو لثورة، ويوم ما يطلع كذاب يسكت. انطم. عرفتوا الآن من هم المرتزقة الحقيقيين؟ هم هؤلاء. أما علاو ومصطفى وحجر هؤلاء ناس مساكين، ما حد دعا الثورة في البلد هذه إلا الإعلاميين إياهم تعاملوا معهم. وأنا من حلقتي هذه من هنا هقول للدولة والجهاز الأمن والمخابرات: مارس عملك، شوف عملك، وحافظ على السلم الاجتماعي، ولا يأثر عليك أي حد من الإعلاميين الصغار والفصلاء هؤلاء، أو يأثر عليك الذباب الإلكتروني أو تعليقات المحرضين. شوفوا عملكم في البلد هذه. وإن كان أحمد حجر ما عليه حاجة غير الكلام اللي قاله، هذا جاهي أنا جنب جاه مصطفى، جاهي أنا جنب جاه مصطفى. خرجوا الرجال لعند أمه، على الأقل خلوه يصير يبصر أمه في المستشفى. وإن كان عليه حاجة إحنا مش عارفينها، كلمونا إيش الموضوع عشان إحنا نهدى، لأنه إحنا قلوبنا بتحرق عليه. إعلامي زميل مريض تعبان، فإن كان ما عليه حاجة خرجوه، وإن كان عليه حاجة وضحوا لنا إيش الموضوع، وشوفوا عملكم، اشتغلوا وانقذوا البلد. البلد مش ناقصة المزيد من الانزلاقات. واللي يقول إنه البلد ما فيهاش أمن وانضباط، أنا أحب أقول لكم شيء. قبل كم يوم واحد دفن بنته على أساس إنها انتحرت وما حد دري إلا فعل عزا وغلق. جهاز البحث الجنائي في صنعاء سمع بالموضوع وطب عنده وين أوراق الحالات الطبية للبنت إنها انتحرت. قال لهم ما فيش. مشوا من عنده وجابوا الشرطة النسائية، فتشوا البيت وراحوا فتحوا القبر. جهاز البحث الجنائي في صنعاء تحرك من نفسه، راح فتح القبر وطلع جثة البنت، وبحسب المعلومات البسيطة اللي وصلاني لقوها عليها آثار اعتداء، دكمات وطعن. ومسكوا المتورطين في القضية من نفسهم بدون ما حد يتابع، بدون ما حد يقول لهم. في حرية إعلام في البلد وبننتقد، ورسائلنا كلها بتوصل للدولة، وهناك محاولات للإصلاح. وأنا قلتها، إذا بننتقد إحنا ننتقد عشان نصلح البلاد، عشان نصحح الأوضاع. إحنا الآن انتصرنا على العدوان سياسيا، وانتصرنا على العدوان عسكريا، باقي ننتصر على العدوان اقتصاديا. وعشان ننتصر عليه اقتصاديا ونخرج من المعركة كما خرجت قطر من الحصار الخليجي، احنا لازم نلتفت للبلد، ولازم ننتقد، ولازم تسمعوا صوتنا، ولازم نوصل كلامنا ونوصل لكم صوت الشارع بشروط وحدود معينة، وانتوا لازم تسمعوا. وثانيا أنا أوجه التحية لكل الأجهزة الأمنية في البلد اللي من حقها أن تمارس مهامها، وأوجه التحية لكل الشعب اليمني اللي بيتضامن مع أحمد حجر بطريقة صحيحة وسليمة لا تفاقم المواضيع. ولا أقسم بالله أنا شوف في الحلقة الماضية أنا ما كان ودي أطلع بشراسة، ولا أقسم بالله أنا غول لأكلكم كلكم وأجيبكم بالأسماء، لكن قلنا نهدى. اهدأوا يا شباب، اهدأوا واسكتوا، وخلوا الإعلام الواعي يتكلم، خلونا نبسط المواقف، خلونا نسمع رأي الأمن والمخابرات أولا. لا تستبقوا الأحداث، هذول مش أطفال بيلعبوا، هذول ناس محترفين بيمارسوا عملهم، مهامهم الوظيفية، فوقهم مشاكل ولازم يضبطوا الأمن في البلد. فاهدأوا وخلونا نلم الوضع، والإعلامي المحترف يعرف كيف يدير المواضيع. هذا مش معناه إنه أيمن القاسمي مرجف، زي الناس أمس يقول لك أيمن القاسمي مرجف ومتردد. طيب إحنا كلنا مرجفين، وإحنا كلنا مشكوك في أمرنا. أنت فارس الفرسان، اطلع ورينا رجالتك وصور فيديو وتكلم أنت، ورينا لباقتك وثقافتك وشجاعتك وإدراكك ووعيك في تناول مثل هذه المواضيع الخطيرة. اطلع سيادتك ورينا. هتقولوا علي البعض هؤلاء أنت حوثي، والله أنك حوثي. طيب أنا حوثي، ما عندي مشكلة، أنا حوثي. أهم شيء إني أقول كلمة الحق واحترم عقلية المشاهد، احترم عقليتك وعلمك ما هو الإعلام الحقيقي. لكن لأنه أحمد لازم صديقنا يخرج، إن ما عليه حاجة احنا مش عارفينها، وكل ما الدولة قالت هو في ضيافتنا ومرتاح وهيخرج بعد يومين، تستهبلوا انتوا وتخلوا مدة حبس الرجال تطول.
تحية لكل الشرفاء والكل الوطنيين والكل أبناء المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة الساهرة على حماية أمن هذا الوطن والمواطن. وتحية لكل المسؤولين النزيهين الشرفاء الوطنيين اللي بيحاولوا أن يتحركوا في فتح ملفات الفساد والقضاء عليها. احنا كلنا وطنيين صابرين على العدوان، صابرين على الحصار اللي في النهاية بيسعى أن يقضي على الشعب اليمني. والناس هذولا اللي بيستغلوا قضية أحمد حجر، قلتها في الحلقة الماضية، لا يهمهم أحمد حجر ولا يهمهم اليمن. في ختام هذه الحلقة هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعا، وانتبهوا مني في الفيديو الجاي.